النهارده احنا جايين لكم بحاجه مهمه جدا ومفيده جدا، ما كانتش هتفيدك قبليه بدل مره مليون. مش هستفاد منها قبلك، يعني انت هتفيدك بكتير. احنا طبعا معانا النهارده الباشمهندس كريس تبع الشركه الالمانيه. تمام. ازي حضرتك يا باشمهندس ازيك يا كريس؟ دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد اخبارك لله، ايه؟ تمام. الحمد لله كله تمام. طبعا احنا النهارده الباشمهندس كريس جه عشان ناخد منه معلومات عن الماده، عشان احنا الفتره اللي فاتت قابلتنا مشاكل كتير في الماده، فاحنا قلنا نتعامل مع الشركه نفسها مباشره. تمام. فاحنا عايزين نعرف منه افضل ماده ايه للمقاسات. نبدا بال 60 في 120. افضل ماده ايه لل 60 في 120؟ هو ستيم 120 هو على حسب انت مثلا شغال ايه، يعني مثلا بورسلين حوائط وارضيات بورسلين مثلا. مثلا. ماشي، ده مثلا الموقع ده مثلا شغالين بارضيات. اه. تمام، مثلا الماده 106 برو دي ماده مناسبه، ماده مناسبه ليها. انت كل ما المقاس يزيد معاك محتاج ماده اعلى. صح. ومثلا عندك حوائط مثلا، انت المقاس يزيد معاك محتاج ماده اعلى. فانت كل مقاس بيكون ليه ماده معينه وليه خواص معينه. مثلا دي مثلا ماده فيها خواص ضد الانزلاق، فانت لازم ممكن تحطها على الحيطه الماده ايه، ما تلاقيش بتسيل معاك، فدي حاجه تمام. مناسبه. مثلا ارضيات برضو مناسبه جدا. مناسبه. تمام. ما تفرولش معاك، لا تلاقيش الماده ايه، ما بتسيلش وما بتهدرش ايوه. معاك، ومعدل فردها كويس. على حسب كل مقاس ليه ماده. فالمقاس اللي هي مثلا بنقول 120 في 60، فال 106 برو دي تكون انسب حاجه ليه، وحسب بقى كل موقع بحالته طبعا يعني. صح. طب ترشح ايه الواح البورسلين ال 2 متر 80 في 120 او 3 متر فيما فوق يعني؟ دي بيكون مواد فيها خواص اسمها خواص الاس 1. اس 1 دي مثلا من سيكا، في سيكا فليكس 24، دي اعلى ماده. دي فيها خواص اس 1، ان الماده انت مثلا عندك مقاس كبير جدا، فانت الماده ما تلاقيش مثلا ايه بتشد معاك، ما تفرولش معاك، الماده تلاقيها سلسه جدا معاك ما بتسيلش. هتلاقي اصلا والفني شغال، هي مريحه اصلا للفني. فمثلا ده لوح كبير جدا مثلا، ده يحتاج له ماده بخواص عاليه. مثلا السيراميك مثلا في السيكا سيرام 30 مثلا، دي شكاره 30 كيلو، مناسبه للسيراميك. برضو في منها ابيض ورمادي، دي برضو مناسبه للسيراميك، وهكذا. في مثلا السيكا فليكس 23، دي الوسط ما بين ال 24 وما بين ال 106، هي تشتغل معاك ايه مثلا 150 في 80 واعلى شويه كمان، حواض وارضيات وهكذا. فانت حسب انت لما تيجي تسال كفني او كصنايعي او حتى كمهندس، تسال على ماده، لازم الاول تقول لي مثلا ده مقاس مقاس كام، البورسلين قد ايه؟ وحواض صح. ارضيات مثلا خارجي ولا داخلي، صح. دي تفرق برضه. تفرق طبعا. بالظبط. عشان عوامل الجو. بالظبط كده. طيب حبيبي يا باشمهندس، تعبناك معانا. لا لا ولا اي حضرتك حاجه. حابب تقول اي حاجه او تعرف نفسك للناس عشان يبقى في حته مأمون بس؟ احنا شركه المانيه، احنا وكيل سيكا ووكيل شركات تانية برضو. وفي نظام تجزئه للفنيين والموزعين والموزعين. لو مثلا فني يعرف مثلا موزع حابب يكون في بينا شغل فيدلنا عليه، حابب مثلا هو مثلا كل مواقع، احنا في اكتوبر كشركه امنيه في اكتوبر. تمام. هو مثلا كل المواقع بتاعته في التجمع، وهو مثلا يعرف موان في التجمع، نفترض يعني. مثلا يتواصل معايا، يا باشمهندس انا عندي مثلا موان زميلي في التجمع وانا باخد الماده دي من عنده، فانا عايزك تنزلها من خلالك للموان ده عشان مثلا بثق فيك مثلا، وايا كان النقطه اللي هو عايزها. دي حاجه ممكن نوفرها. مثلا اللي مثلا صنايعي او فني مثلا حابب مثلا يعرف نقطه فنيه في حاجه، مثلا عايز اعرف الماده دي شغاله ولا لا، الماده دي تمام ولا لا، برضه يتواصل معايا. فاحنا في دعم فني، وفي طبعا توصيل لاي حته في مصر، لو هو مثلا حابب ياخد منا مباشر مش من موان، دي برضه حاجه متاحه عندنا. طب تمام. ممكن اسال سؤال؟ ده مهم جدا اه وبيحب طبعا. الناس كلها. ولنفرض انا سحبت ماده من عندكم ولقينا في مشكله في الماده، يبقى ايه الحل معاكم انا مثلا يعني؟ باجي الموقع يكون في زياره، باجي بنفسي، او برضه يكون معايا حد من قسم التنفيذ او من قسم الدعم الفني، يجي يشوف الماده فيها ايه، ولو فعلا في مشكله احنا نتحمل مسؤوليتها. بس انا بقول لك ان اي ماده تطلع من عندنا دي حاجه تكون مضمونه للعميل، لان الجوده دي يعني جايه من المصنع يد اولى، تيجي من المصنع للموقع على طول، هي ما بتروحش حته ثانيه. فالموضوع انك تلاقي مشكله في الماده دي حاجه يعني ممكن تلاقيها صعبه جدا، بس حتى لو حصلت احنا مش بنسيب العميل واقفين في ظهره بدعم فني كامل. طب تمام. ده شكرا لحضرتك.